طبعا المشهد جميل وكل الفرق الرياضية مستمتعة بوجودها في مدينة الإسماعيلية، مدينة السحر والجمال. طبعا النظام البطولة والفرق المشاركة بمشاركة 6 دول، يعني في فرق من مصر، 4 فرق في الرجال و3 فرق في السيدات، وفي فرق من نيجيريا برضو 3 فرق رجال و2 سيدات، وفرق من كينيا وفرق من أوغندا وفرق من غانا. فطبعا مشهد وعرس رياضي كبير جدا يقيمه الاتحاد المصري للهوكي بمشاركة مع الاتحاد الأفريقي للهوكي. فدي تعتبر يعني بطولة كبيرة جدا، ودي بطولة رقم 35 للرجال و26 للسيادات. ونظام البطولة كده في عجالة ان فريق 10 فرق في مشاركين في الرجال و10 فرق في السيدات، فقسموا الفرق دي لمجموعتين، كل مجموعة 5 فرق، وبيصعد من الفرق دي كل مجموعة فرقتين. ونظام البطولة صعب جدا، يعني الأول بيلاعب أول المجموعة الأولى بيلاعب أول المجموعة الثانية على المباراة النهائية، وتاني المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعة الثانية على المركز الثالث والرابع. إن شاء الله بإذن الله نستمتع بالبطولة وجو البطولة، وكل الفرق مستمتعين، وإن شاء الله بإذن الله يكون نهائي يليق بمصرنا الحبيبة اللي دايما بتنظم بطولات كبيرة وقارية ودولية وعالمية.